ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحة وسعادة. الفيديو بتاع النهاردة فيديو من الفيديوهات المحببة على قلبي، واظن كمان ان انتوا بتحبوا الفيديوهات اللي من النوعية دي، اللي هو مشتريات من الصيدلية. يلا بينا هوريكم شوية مشتريات حلوة ولذيذة وكلها مهمة. بس ما ننساش لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة. اول حاجة انا جبتها، طبعا احنا عارفين لازم يكون عندنا فيتامينز علشان صحتنا. الفيتامينز دوت اللي هو بيرفكتل، ده الاوريجينال، حلو جدا، فيه بيوتين، فيه زنك، فيه سيلينيوم. حلوه جدا جدا للبشره والشعر والضوافر، هيفرق كتير معاكي. يعني من اول شهر استخدام هيفرق كتير كتير كتير. الناس اللي شعرها بيقع، الناس اللي عندها جفاف في بشرتها، اللي ضوافرها بتتكسر، ده هيبقى من الحاجات الكويسه جدا. ده عامل 300 جنيه. هوريكم ان انت بتاخدي واحده بس يوميا. ده فيه شريطين اهو، فهيقعدوا معاكي فتره. ده زي ما بقول لكم ب 300 بس، حلوه جدا من الفيتامينز اللي تقدري تجيبيها. وفي نفس الوقت كمان ممكن تسألي الصيدلي، بس هي مفيش اي مشكلة عليها خالص يعني. تاني حاجة معانا بقى اللي هو الشامبو بتاع داندل بتاع انفينيتي. الشامبو ده انا سمعت عنه كذا حد يعني اتشكر فيه، بس انا اول مرة استخدمه للقشرة. استخدمت حاجات كتير طبية، لكن اول مرة استخدم حاجة من انفينيتي للقشرة. ده مكتوب عليه ان هو للتخلص من قشرة الشعر وتلف الشعر الناتج عن القشرة. بيستخدم لعلاج الفروة الجافة او الدهنية. في منه بالسلفيت وفي من غير السلفيت، فانا جبته اللي هو زيرو سلفيت. ده عامل 185. ده شكله اهو. الكمية بتاعته استنوا نفتحوه مع بعض. يعني الكمية كويسة اهو برضو. نيجي بقى للي بعد كده. طبعا من الحاجات الأساسية اللي هي من ساعة ما طلعت وهي لازم تبقى موجودة معانا، اللزقة بتاعة الحبات. ودي على فكرة أنا بجيبها، يعني اللي بيستخدموها أكتر ولادي، لأن مش شرط إن ديت اللي هي الحبوب اللي هي بتبقى الحبوب الدهنية اللي في البشرة، لا، دي أي حباية كده رخمة بتظهر بتحطيها عليها. كمان بتحمي الحباية دي من الأتربة أو أي حاجة مش كويسة في الجو. فده كويس جدا. ده عامل 40. بصوا اللي بعد كده، ده انا قعدت ادور كتير عليه قبل العيد لكن ما لقيتهوش، بس اهو يعني احنا نعتبر برضو في اسبوع العيد لحد ما لقيته في الصيدليه. ما كنتش لاقيه خالص في اي محلات اللي بتبيع سكين كير وماسكات وحاجات كده للبشره، بس ما لقيتهوش خالص. ده برضو انا سمعت عنه، انا ما استخدمتهوش قبل كده، سمعت عنه برضو ريفيوهات كويسه، لانه بيمتص الدهون الزايده من البشره. بيقعد فتره كده على البشره، بتوزعي على البشره، وبعدين بيمتص بقى كل الزيوت اللي موجوده على البشره. وبينظف المسام كويس قوي اهو. ده شكله، انا عايزه اوريه لكم من جوه، انا شلت اللزق بس. ده عامل 100 بالظبط يعني. ده اكيد هبقى استخدمه برضو معاكم، ولما استخدمه كمان هبقى اقول لكم ايه رايي فيه. اللي بعد كده من الحاجات الاساسيه بقى اللي انا ما كنتش لاقياها فتره، بجد بجد احترت جدا علشان الاقيها، ولقيتها بعد يعني تدويره كده حلوه، ولما لقيتها جبت منها 2، اللي هي الباودر بتاعت جولي ايفا، اللي هو الكريم لتشقير الوجه والجسم. دي حلوه جدا، بتقدري تستخدميها لوشك، تقدري تستخدميها لحواجبك. انا بالنسبه لي مهمه جدا للحواجب، الناس اللي مش بتعمل حواجبها. وكمان بنستخدموها ممكن الشعر اللي هو بتاع الظهر بتاع البطن. دي كويسه جدا، وعلى فكره بصفرها بيزود ولا اي حاجه خالص.
جميله جدا صراحه، من الحاجات اللي انت يعني لازم تبقى موجوده عندك. دي كانت عامله 5 اللي 200 مره اجيبه اكيد انا وانتم، وكتير قوي قوي مننا ما يقدرش يستغنى عنه مهما كانت عندك كريمات فيها يوريا كتيره جدا. مش هتلاقي زي الكريم ده ابدا. ده من الكريمات الاساسيه عندي. ده بجيب بالعلبه الاتنين التلاته، مش بيخسر خالص. ده عامل 30. كنت بجيبه من ايام كان ب 12 جنيه. فده من الحاجات الاساسيه الحلوه جدا، لازم استخدمه على طول، ولازم دايما يبقى موجود عندي، ببقى مرتاحه كده وهو موجود عندي. اللي بعد كده اللي هو اللوشن بتاع كريلا. اللوشن ده برضو من الحاجات برضو الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده عندي، علشان القشره الموسميه اللي بتظهر بين تغيير الفصول. ده لازم يبقى موجود. بس ده عامل زي الانتيبيوتيك، اللي هو انت ما ينفعش تستخدميه طول الوقت، لا انت بتستخدميه 3 مرات بعدين توقفي، ممكن ترجعي له تاني، لكن ورا بعض لا. في ناس بتستخدمه تقول لك ممكن انام بيه وتصحى الصبح تغسله. طبعا هو مكتوب ان هو بتقعديه من ساعه 4 ساعات، فانت التزمي بالتعليمات. صح، الحاجات هي هتجيب من الاخر خالص للقضاء على القشره. ده عامل 65 تقريبا. هي كانت ارخص من كده بكتير يعني. طبعا برضو من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده عندنا دي اللي هي الخيوط بتاعه الاسنان. دي عامله 50. دي يا جماعه اللي هي بصوا عايزه اوريها لكم. بصوا بتتفتح كده، شايفين بقى الخيط ده اهو، بتشديه كده وتقومي قاطعه بالبتاعه دي وتقومي مستخدميه. في طبعا الناس بقى اللي هي بتستسهل زي حالاتي لازم برضو يبقى موجود ده عندي. ده اللي هو العادي. طبعا دي حاجات اساسيه جدا لنظافه الاسنان والفم، ما ينفعش ان هي ما تكونش موجوده. طبعا اعواد القطن برضو دي من الحاجات الاساسيه اللي لازم موجوده عندي، علبه الاثنين. وكمان المعطر بتاع الفم ده فريش. ده انا استخدمت منه كذا حاجه، كذا طعم، حلو جدا، امان جدا في الاستخدام. بحب استخدمه قوي قوي الصبح كده، وخاصه الناس اللي هي زي مش بتعرف تاكل حاجه الصبح قبل ما تنزل. فده بخه منه كده حلو، مش بتستخدميه على الفاضي وعلى المليان يعني. كل ما تحسي بس ان طعم بقك متغير او كده، انت تستخدميه مره اهو. هي رشه واحده بس كده، حلو جدا وريحته حلوه قوي. ده بالنعناع، بس نعناع ايه عارفين قوي اه كده كمان، بس ريحته حلوه قوي. حلو قوي. ده انا على طول بجيبه يا جماعه لو حد عايز يجيبه، وسعره اقتصادي جدا يعني. ده عامل تقريبا مش فاكره والله، قال لي 50 ولا 65. بس بيقعد معايا فتره على فكره، مش بيخلص على طول يعني، بس ريحته قويه جدا. ايه تاني؟ وطبعا فاكرين البرشام ريفو دوت بتاع زمان؟ على فكره يا جماعه انا استخدمه، بس مش كده، مش كبرشام. بس استمتعوا حاجه هبقول لكم عليها. تابعوني وانتوا هتعرفوا حاجه خطيره 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 للبشره. ده عارفينه، مش عارفه ده بقى الشريط ب5 جنيه ولا مش فاكره بكام يعني. كان ايام زمان كان بنص جنيه ولا بجنيه حاجه كده يعني. جبت كمان دي تينكل دوكو دي الفينجو. على فكره جدا، انا فتحتها اصلا وخدت منها 2. عايزه اوريها لكم. حاميه يعني، مش هتحتاجي ان انت تعيدي كذا مره فتتعوري، وجميله يعني بصراحه. انا كنت قلقانه لما تكونش كويسه، فلقيت انها حلوه قوي. في كفر كمان عشان يحميها اهي. طبعا قبل الاستخدام عارفين ان احنا كحول قبل الاستخدام وبعد الاستخدام برضو. دي كانت عامله كام؟ كانت عامله 100 تقريبا، بس هي عجبتني يعني. انا بقول لكم طلعت 2 منها، فحلوه عجبتني.
كده المشتريات بتاعتنا خلصت. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه لو مش مشتركين، واستنوني في فيديو جديد. سلام.